انت فين يا حسن؟ انا موجود يا فريدة. موجود فين؟ طيب انا قلقت عليك قوي. لا خلاص ما تقلقيش عليا، انا في منطقة امان. ايوه فين يعني؟ انا بكلمك من قاعدة الاطلاق. القاعدة؟ انت رحت امتى القاعدة؟ ما كانش بقى وكنت. انا لو كنت اتأخرت على الوصول للقاعدة كانوا اعتبروني منسحب، عشان كده اول ما خرجت جيت على القاعدة على طول. يعني ايه يا حسن اللي انت بتقوله ده؟ طيب يعني خلاص بداية الانطلاق. يعني هتنطلقوا للفضاء خلاص؟ امتى يا حسن؟ بصي وانا ما اقدرش احدد ميعاد لاني اساسا ما اعرفش ميعاد، ده غير انه هيبقى سر، ولو عرفتوا اكيد هتعرفوا محطات التلفزيون اللي اكيد هتنقل الحدث. انا ماليش دعوة بالتلفزيون ولا بالحدث، انا عايزة اشوفك يا حسن. يا فريدة الحكاية مش مستاهلة بكا. انا مش ببكي يا حسن. امال اللي انت فيه ده ايه؟ بتمنى يكون كل اللي حصل ده مجرد حلم، عاوزة افوق منه والاقيك قدامي هنا دلوقتي. اللي احنا فيه ده مش حلم يا فريدة، ده واقع، او يمكن حلم واتحقق. انا لازم اشوفك يا حسن. طيب للاسف يا فريدة مش هينفع. يعني ايه؟ يعني انا لازم اقول لك سلام دلوقتي. لا يا حسن استنى. مدة المكالمة اللي كانوا سامحين لي بيها انتهت يا فريدة. حسن حسن. فريدة انت هنا من بدري؟ ايوه يا دكتور احمد. مالك؟ لا 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 لا, لا. بقول لك ايه، انا عاوز اشوف منك الوش البشوش والعيون اللي بتضحك والصوت اللي لما بسمعه بطمن على الدنيا. اضحكي بقى علشان عندي ليكي خبر هيفرحك جدا. هو اكيد الخبر اللي بكاني. خبر ايه يا فريدة؟ حسن في قاعدة الاطلاق. ده صحيح؟ عرفت منين؟ حسن كلمني ولسه قافل معايا دلوقتي. والخبر الاصلي بقى ان رودريجو وفرانشيسكا بقوا تحت ايدينا وحجزناهم بعيد عن عيون العفاريت. طب تفتكر يا دكتور احمد نسبة نجاح الرحلة دي كام في المية؟ 10%. يعني ايه 10%؟ ما احنا كلنا عارفين يا فريدة، وحسن اولنا عارف ان النسبة لا تتعدى 10%. يعني مغامرة مش رحلة. برضو كلنا عارفين انها مغامرة. وحسن ليه يعمل كده؟ لا لا لا، بقول لك ايه، ما تعمليش العملة وتشيلي ايدك منها، ولا نسيتي فرافيره؟ طب انا عندي امنية يا دكتور احمد ونفسي تحققها لي. لو اقدر انا تحت امرك. اشوف حسن قبل العد التنازلي. طيب قول طيب يا دكتور. يا سلام، طب ما هم سمحوا لحسن بلقاء اخير بكل اللي هو عاوز يشوفهم، وانت اولهم يا فريدة. طيب طيب. عجيبة، كل الناس هنا لا يتحدثون إلا اللغة الإنجليزية، وهذا خطأ تربوي وتعليمي. لابد عليهم أن يعلموننا اللغة الإنجليزية بجوار اللغة العربية، ومن عرف لغة قوم أمن مكرهم. جرايه يا سي بدوي، انت بتكلم نفسك ولا ايه؟ كان بودي ألاقي حد أفهمه ويفهمني وناخد وندي مع بعض في الكلام. وانت هتلاقي احسن من جلال مكلمة. مكلمته لا تفيد، وإنما تحرق الوقت والزمن وتعطل العقل عن التفكير. جوزك يشل. انت نزلت من غيره تاني ليه؟ على يدك اهو يا سي بدوي، طلعت له مرتين. هل يعلم اننا على موعد لا يصح فيه التاخير ولا اللكاعه؟ اطلعي له تاني وقولي له ان صايره ناس تنتظرك يا جلال يا قلقاسه. اطلع له يا اخويا تاني. وهيكون راح فين بس؟ هو مش عايز يتصرف ولا ايه؟ ولا انت يعني متعزم عليك يا شيك انت؟ ده انا طبقته بايدي كده وحطيته في الجيب ده، وادي البنطلون وادي الجيب، يبقى راح فين بس؟ راح فين؟ يا راجل انت لسه هنا؟ في ايه انت كمان؟ في ايه؟ عربية وكالة ناسا واقفة ومنتظرة تشريف حضرتك. قولي لي يا منيرة، افتكر كويس، احنا اول ما جينا هنا الفندق انت اتشمللتي وخدت البنطلون ده وغسلتيه. غسلت ايه يا راجل انت؟ ما تفوق بقى، ده انت ما قلعتوش من ساعة ما لبسته في مصر، نايم اكل شارب بيه. ما دام ما غسلتهوش تبقى قلبتيني يا بنت الحيسي واخدت الشيك. شيك ايه يا ابو شيك انت؟ مكافأة نهاية الخدمة بتاع حسن. يا مصيبتي، انت لسه بتدور عليه؟ وهفضل ادور عليه لحد ما الاقيه، دي الفرصة الاخيرة اللي هشوف فيها حسن، ولو ما مضاش المرة دي جايز ما يمضيش خالص. عشان خاطر يا منيرة افتكري يا حبيبتي، اخدتيه ونسيتي مثلا، واديني بفكرك اهو دلوقتي. هتطلعيه؟ انا لا غسلت بنطلونات ولا شلت شيكات. امال ايه يعني شيك مسحور؟ انا لبست البنطلون وحطيت الشيك فيه بايدي، وبعدين ايه؟ كمل. اندلع على البنطلون كوباية حلبة بلبن. وانا قلت لك غير البنطلون يا جلال احسن تبقى ريحتك حلبة، صح؟ صح، غيرته. ولبست اللي انت لابسه ده. والبنطلون فين دلوقتي؟ في مصر يا عينيا. والشيك يا بنت الحيسي؟ في البنطلون اللي اتدلقت عليه الحلبة يا عينيا. اما واشمعنى انت يا حسن؟ ده بدل ما تقولي لي مبروك يا فريدة اقول لك
مبروك على ايه طيب؟ ان كل الاشكاليات اللي كنت بعاني منها في حياتي بدأت تظهر نتائج ايجابية. نتائج ايجابية ازاي بس؟ والرحلة اللي نسبة نجاحها 10%. ما ده المعلن 10%. والحقيقة ايه؟ 1%. ده انتحار يا حسن. انا قلت زي كده اول ما عرفت، انما اكتشفت ان السبعة اللي كانوا مترشحين معايا بيعلنوا انسحابهم واحد ورا التاني. وانت ليه ما انسحبتش يا حسن؟ لاني كنت بحلم طول عمري ان اول خطوة في الطريق لكوكب المريخ الكوكب الاحمر تكون خطوات مصرية، وانا حسن والآسة فريدة مصري جدا. تقوم تغامر بنفسك؟ ما تنسيش ان انت اللي حطيتيني على اول طريق المغامرة دي. ايه ضعفت يا فريدة؟ ايوه ضعفت. وانت عارف انا ليه ضعفت يا حسن؟ لا مش عارف. ممكن بقى تعرفيني؟ بحبك يا حسن. ما هو الحب عمره ما كان ضعف يا فريدة. اهو بقى ضعف عندي. طيب فريدة، انا عندي اقتراح. ايه هو يا حسن؟ اكتب عليكي قبل ما اطلع الرحلة المريخ. يعني ايه؟ يا فريدة انت تستهبلي، اتجوزك يعني. وبعدين تسيبني؟ هاخد نسخة من قسيمة الجواز معايا فوق على المريخ، وانتي تبقي معاكي النسخة التانية عشان لو حصل لي حاجة يبقى تشاوري عليا لفوق. زي طول عمري ما كنت ببص لفوق، لحد ما يطلع حد غيري في يوم من الايام ويلاقي قسيمة زواج حسن والآسة بفريدة الجيار، ياخدوها ويحطوها في متحف مخصوص ويكتبوا تحتها اول وثيقة زواج على المريخ، حسن وفريدة. حسن ده حلم اكيد يا حسن. لا صدقيني دي حقيقة. انت فريدة وانا حسن والآسة، ودي وكالة ناس. واقولك على حاجة، قول يا حبيبي. اوعدك ان شاء الله يا فريدة، ان شاء الله هرجعلك. انسي بقى الفراق والوداع وفكري دلوقتي انك مستنياني ارجع واعيش معاكي. شوفيها من هنا، شوفيني ناجح. لو حصل لي حاجة لا قدر الله شاوري لفوق، شاوري على المريخ، قولي بصوت عالي لكل الناس جوزي وحبيبي فوق على المريخ. انا مهرة يا عمر. مين هي يا مهرة؟ ما تستفزنيش وقتي من الاخر. انا المطربة اللي كنت بتصوري الكليب في وادي القمر. اوه حسن والآسة. حسن قلقاسة؟ وانت تعرف حسن منين؟ هو قال لك حسن والآسة؟ استنى بس يا شوقي. ايوه حسن قلقاسة، انت تعرفه؟ ما تستفزنيش، ما اعرفوش. طيب انا طالبة منك خدمة. لو خدمة مستفزة يبقى تنسي، لو مش مستفزة قولي بسرعة، قولي ما توترنيش. انا عاوزة اروح لحسن قلقاسة في وكالة ناسا. هو حسن في وكالة ناسا دلوقتي؟ ايوه. طيب انت فين؟ في فندق اتلانتيك. اوكي ما تتحركيش من عندك، انا جايلك حالا. باي. ايه مالك؟ سرحت في ايه؟ طبعا انا سرحانة. هو عرف حسن قلقاسة امتى؟ ممكن بقى اي حد مصري بيقولوا عليه هنا قلاسة او بيفكروا ان هو يعرف قلاسة. لا ما افتكرش. امال تفتكري ايه؟ انا لازم اروح السفارة دلوقتي حالا، لازم ابلغهم في السفارة المصرية. يا ستي خلينا في حالنا، انت هتعملي لي فيها رأفت الهجان ولا ايه؟ انا رايحة السفارة. ايه خلاص انت رايح يا حسن؟ يا ساتر على ملفظك، كلمة رايح دي مش حلوة، اسمها طالع. ماشي يا اخويا، خلاص انت طالع يا حسن. ايوه يا جلال، يا ريت بقى تخليني على بالك دايما يا جلال. انت بتقول ايه بس يا اخويا؟ ده احنا ولاد قلقاسة. عمرك يا حسن ما رحت عن بالي، عمرك. وعاوز اقول لك ان انا دلوقتي بس حاسس ان انا اللي طالع المريخ مش انت. فرحان وخايف. اقول لك على حاجة، ده احساس رائع يا جلال وبيثبت ان احنا الاتنين ولاد قلقاسة واحدة. ايوه فعلا، بس يا ريت يا حسن تتم الرحلة دي على خير. ان شاء الله يا جلال، ان شاء الله. وبكرة كل الناس هيشاوروا عليك ويقولوا جلال قلقاسة اهو، اخو حسن قلقاسة اهو. جلال انا عايزك تاخد بالك من منيرة يا جلال. حاضر. اوعى تزعلها منك. حاضر. دي بتحبك بجد. قول له يا حسن. ما انا عارف. هو عارف من امتى يا اخويا؟ مش وقته يا بنت الحيسي. وانت يا منيرة افتكر انك مش هتلاقي اطيب من جلال، على قد اللي بيعمله كله الا ان قلبه ابيض زي البفتة. عارف ليه يا جلال قلبك ابيض؟ لان معدننا طيب زي الكبل الالماني، لا بيسرب ولا بيهدر كهرباء. كبل الماني حتى دي. خد يا جلال، خد امسك. ايه ده؟ دي ورقة مش كاتب فيها حاجة خالص غير اسمي وبس، حسن حسين قلقاسة. يعني ايه؟ امضيت يا جلال. وليه مديها لي على ورقة بيضة كده؟ عشان تكتب فيها ان انا وحاجتي وابحاثي واوراقي وشيك نهاية الخدمة بتاع المدرسة ملك ليك انت يا جلال من النهاردة. معقول يا حبيبي؟ حبيبي يا حسن.